لن تصدق ماذا وجد لاعبو المنتخب الجزائري ينتظرهم في مدينة وهران عند وصولهم ظهيرة اليوم الأربعاء، وذلك لملاقاة غينيا الاستوائية غدا بملعب ميلود هدفي. شاهد كيف استقبلوهم. ولكن قبل ذلك يرجى دعمنا بلايك ومتابعة للقناة تشجيعا لنا. حطت ظهر اليوم الأربعاء طائرة المنتخب الوطني بمطار أحمد بن بلة الدولي بوهران تحسبا لمواجهة يوم غد الخميس أمام الضيف غينيا الاستوائية. وحظيت بعثة الخضر باستقبال رسمي لدى وصولها إلى مدينة وهران من طرف والي الولاية سعيد سعيود. وتفاجأ لاعب المنتخب الوطني بوجود عدد من المناصرين ينتظرونهم، وكذلك والي ولاية وهران الذي خصص لهم استقبالا رائعا مع تخصيص فرقة موسيقية تعبر عن التراث الوهراني. ويلتقي المنتخب الوطني بنظيره من غينيا الاستوائية بملعب ميلود هدفي بوهران غدا بداية من الساعة 8 ليلا ضمن افتتاح التصفيات المؤهلة إلى كان 2025. وكانت العناصر الوطنية قد غادرت مركز سيدي موسى منتصف نهار اليوم الأربعاء باتجاه وهران بعد تربص انطلق الاثنين الماضي، على أن يعود المنتخب بعد نهاية لقاء الغد مباشرة إلى سيدي موسى لمواصلة التحضيرات للخرجة الثانية المرتقبة الثلاثاء 10 سبتمبر الجاري بمونروفيا الليبيرية أمام المنتخب الليبيري. بالتوفيق لمحاربي الصحراء. لا تنسوا مشاركتنا آراءكم في التعليقات، لايك ومتابعة للقناة وفعل الجرس ليصلك كل جديد.